السلام عليكم. لو عندك فراولة ولبن، تعالى اقولك نعمل الجمال ده ازاي في اقل من 10 دقايق. حاجة كده سهلة جدا وطعمها فعلا في منتهى الجمال. بصي صوص الفراولة تحفة جدا. تعالى نشوف عملناه مع بعض ازاي. بصي دي قبل ما ادخلها التلاجة، يعني بصي شكلها دي بقى بعد ما قعدت في التلاجة قد ساعة كده. بصي القوام والجمال، روعة الروعة، عجبت ولادي جدا، فقلت اعمل لكم بيها فيديو وتعملوها لاولادكم. بكيلو فراولة وكيلو لبن هتقدري تعمليها بكل سهولة. تعالوا نشوف مقاديرنا ومكوناتنا، سهلة جدا. الفراولة متوفرة في السوق، هاتي كيلو واغسلي كويس جدا عشان بيبقى فيها رمل، يعني سيبي عليها المية كده كتير زي ما انتوا شايفين، وننضفها، نشيل الاخضر اللي فيها العيدان دي. ومعايا هنا حطيت لبن في الخلاط، حطيت لبن وكيلو لبن وفانيليا و4 معالق نشا كبار وسكر، ضربتهم في الخلاط كويس وصفيتهم. هنصفيهم وبعد كده هنحطهم على النار ونقلب، هتتقل معايا. ده القوام اللي انا عايزاه. هنصبهم في كاسات، مفيش اسهل من كده. طبعا عشان نعمل الصوص اللي فوق ده، قطعت الفراولة صغير، حطيت عليها نص كوباية سكر ونص ليمونة عصرتها وسبتها على نار هادية لحد ما كرملت معانا. ده اللون انا حطيت عشان يعزز الفراولة كده، يديها اللون الاحمر الحلو ده. بصي الجمال. بعد كده صبتهم في كاسات، بس كده بس كده، دخليهم في التلاجة، وبعد ساعة او ساعة ونص طلعيهم وكلي احلى مهلبية فراولة في الدنيا. جميلة، جربوها ان شاء الله تعجبكم. السلام عليكم.